أهلا بيكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلك كل ما هو جديد. هنتكلم على القصة اللي ماشية في الإعلام الرياضي كله، هو قصة زيزو في الزمالك. أنهى الاتفاق زيزو مع إدارة نادي الزمالك، والكلام خلص على 230 مليون جنيه في الثلاث مواسم، بما فيهم الموسم اللي شغال، يعني الموسم ده وموسمين تاني، يبقى 3 مواسم هياخد فيهم زيزو 230 مليون جنيه، تقريبا 80 مليون جنيه في الموسم الواحد. بس اللي حصل من الإدارة بتاعت الزمالك إنها تكتب في العقد زي العقد بتاع زيزو بتاع السنة الماضية، يعني يقرب من 25 مليون، والباقي هيجي من المحبين بتوع الزمالك زي الأستاذ ممدوح عباس وبعض رجال الأعمال. تمام. طيب الإعلان ما تمش ليه لحد دلوقتي؟ مش هي